تلعب مع ديلان برون من عند رفيقه سيام بن يوسف، تروح لفخر الدين بن يوسف يلعبها في وسطي الميدان مع رفيقه لاري عزوني. اي 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 لا 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 يا محمد لامين، لا لا يا محمد لامين بن عمر، لا لا لا. انا شفت اعتقد بانه اعتديت بلكمه او مش عارف، ان شاء الله انا مخطئ. امام عبد الاله الحفيظي. ليس هنا. اوكي، ليست عنيفه ولا خشنه، ولكن لا تليق، حركه لا تليق من محمد لامين بن عمر، لاعب متميز، لاعب نادي النجم الساحلي. محمد لامين بن عمر امام الصغير عبد الاله الحفيظي. طبعا هذه اللقطات الزايده، شوف، قد يطردك. ان شاء الله يكتفي فقط بالبطاقه الصفراء حتى تكمل المباراه 11-11 وليس 10-11. يلا، محمد لامين بن عمر يتلقى البطاقة الصفراء على تصرفه منذ حين من أمام عبد الإله الحفيظي. نعم، لم تكن فيها لا عنف ولا خشونة ولكن كان يمكن أن تكون فيها إهانة، ممكن يعني فيها حركات رياضية. نفضل الخشونة والعنف على حركات رياضية أو كلام بذيء، أو نتكلم بصفة عامة يعني. يكون تأثيرها على الخصم أكثر فأكثر. بالكرة كل شيء يجوز، حتى ولو كان فيه تدخل خشن وقوي. بالكرة عادي، لأنه التنافس على الكرة، أما من دون كرة الكل يعرف بأنه من دون كرة لا يجوز أي شيء. هنا هيرفي رونار يحتج على الحكم السنغالي على ماذا؟ يطلب البطاقة الحمراء، يقول بأنه في اعتداء، ولكن يا هيرفي إذا الحكم لم يشاهد، إذا لم يشاهد الحكم كيف يعمل؟ أنت شاهدتها ممكن، وإحنا شاهدناها بالإعادة، ولكن أنت لم تشاهدها، وبالتالي الحكم معك عيسى بأدب وباحترام يهدئك. أرجو أن تهدأ أنت كذلك.